ممكن نخلي بالنا من ريحة نفسنا، ولما نيجي نتكلم مع حد ما نقربش عليه، ودايما نبقى غاسلين سناننا، ودايما معانا شويه من الغسول بتاع اسناننا نتمضمض بيه من وقت للتاني. ريحه النفس اكتر حاجه بتخلي الانسان اللي قدامك ينفر منك. عشان كده لازم تسيبي مسافه كويسه بينك وبين الشخص اللي قدامك اللي بتتكلمي معاه. اغسلي سنانك اول باول، ولو انتي في شغل دايما يبقى معاكي الفرشه بتاعتك ومعجون السنان، واغسلي سنانك اول باول، لان ريحه النفس وحشه جدا. ولو في ريحه نفس بتطلع منك وانتي مش عارفه ايه سببها، روحي لدكتور السنان. ممكن يبقى في ضرس مسوس، في سنه مش كويسه. كل الحاجات دي بتبقى مصدر وحش، بتبقى شكلك صعب جدا لو ريحه سنك مش حلوه وريحه بقك مش بيطلع ريحه مش كويسه. ولو مش قادره تعملي كل ده، مستكايه كلوريت تشيكلت اي حاجه، دايما امضغي مستكه ببقك وهي مش هتسبب لك ريحه. خلي بالك على نفسك وحافظي على شكلك. وانت كمان لو راجل وبتتابعني، حافظ على شكلك ودايما تبقى المستكه ببقك لو انت بتشرب سجاير ومدخن. واول مره تشوفني فاعملي لاف ومتابعه، واحفظ الفيديو واعمل اعاده نشر ولايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.